السلام عليكم. احنا النهاردة في وادي النطرون بنصور 11 فدان الا ربع. 11 فدان الا ربع مزروعة. دي مانجا حوالي فدانين ونص او 3 مانجا. فيها محول الكهرباء ليهم 11 كيلو في محول الكهرباء، محول مشترك. أرض بتزرع محاصيل. في موضوع صغير هنكلمكم فيه في آخر الفيديو، مهم ليكم برضو. تربة بسم الله ما شاء الله. مانجا لسه عمر سنة ونص او سنتين، لسه صغيرة. حاجات بسيطة اللي هي كبيرة، يعني حوالي فدان ونص كده وفدان ونص كده. ده سكن وفي زريبة مواشي. ده خاص بالأرض. وفي سكن تاني والشطة بتشطيب حلو برضو. في حوالي سكنين. أهم حاجة ما تنسوناش باللايكات، واللي مش مشترك في القناة يشترك، اشتراك مش إجباري. ملوحة المية 600. بير خاص بال11 فدان إلا ربع. التربة هنا رملية على نسبة طفلية بسيطة. ده بيجهز الشبكة بتاعت الأرض. لوحة المية زي ما قلنا 600، شغالة على الطاقة الشمسية، صورها لكم دلوقتي. والبيت ده برضو عليه طاقة، يعني فيه كهرباء وفيه طاقة شمسية. بينها وبين الأسفلت الفرعي حوالي كيلو ونص بالظبط. ده طريق في نص الأرض. الجزء ده بيزرع غمر. ده برسيم. اللي على الوش برسيم، اللي تحت تبن، مغطينه بالبرسيم. كانت زرعة غلة ودلوقتي دي زرعة ذرة. ده سكن كبير
سكن كبير ومشطب تشطيب حلو، في صغير ساعة المعاينة بتدخل وبتتفرج. والطاقة الشمسية 5 كيلو خاصة بالأرض. هاي دي الطاقة الشمسية خاصة بالأرض. هنروح برضو دي مزروعة ذرة، الجزء ده كله مزروع ذرة. وده برسيم. كده نقول لكم معلومات الارض بسرعه عشان نكلمكم عن الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه في الاول. قلت لكم اكلمكم عنه. الارض فيها بيتين، طاقه شمسيه للبيت، طاقه شمسيه للبير بلوحه الميه 600 لك 11 كيلو اناره في المحول، محول مشترك. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، في ناس بتتكلم قنوات بتقول لك ارض وادي النطرون ارض وحشه. ارض وادي النطرون لو وحشه مش هتبقى رقم 1 في التصدير. ارض وادي النطرون لو وحشه مش هتبقى رقم 1 في التصدير. جميع انواع الفواكه في وادي النطرون، الناس كلها عارفه بكده كويس. العماله بره مسميين وادي النطرون الخليج. وادي النطرون مسميينها الخليج، انها يعتبر فيها عماله مش عارف عدد، يعني لو جيت للميدان الصبح هتشوف العدد رهيب، غير العماله اللي بتيجي من بره. تصدير البطاطس، مانجا، عنب، برتقال، سفندي بانواعه، برتقال بانواعه، مانجا بانواعها، عنب، كل الحاجات دي في وادي النطرون. عاوز تسأل على وادي النطرون روح للوكالات، اسكندرية، اكتوبر، العبور. فحابب نوضح لكم بس النقطة دي، مش اي حد يتكلم يقول وادي النطرون ارضها وحشة يبقى كله ايه بيصدق. لا، انزل على الطبيعة وشوف، انزل على الطبيعة وشوف ارض وادي النطرون وحشة ولا حلوة. انا اهو النهاردة الارض دي بتزرع في محاصيل وزرع مانجا، فيها سكنين نضاف قريب من المدينة، طاقة شمسية للبير وطاقة شمسية للبيت. مطلوب 500,000 في الفدان. مدرسة ابتدائي واعدادي جنبك، مستشفى، كل الحاجات دي جنبك. اللي يطلع ويتكلم يعرفني ارض وادي النطرون وحشة في ايه. لو وحشة هنقول لكم وحشة، فيها عيب كذا وكذا وكذا، بس ارض وادي النطرون كلها تصدير. فازاي تبقى ارض وحشة وتصدر في كل حاجة؟ الاقليمي تبع وادي النطرون بصوا كام الف فدان شغال. مش عاوز اطول عليكم، دول 11 فدان الا ربع. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا.